السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي واخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جبت لكم فقاس مرولي بالشوكولات، اقتصادي وشي حاجه زوينه تحمروا بها الوجهيه ديالكم ولا الضيوف ديالكم ولا لوليداتكم، علاش لا؟ حلويات اقتصاديه ديال العيد الاضحى، شي حاجه زوينه بزاف بزاف. ما عليكم غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش تكتشفوا على جميع المراحل. واول حاجه ما نساونيش اخواتاتي من اللايك ديالكم، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. ودابا مباشره اخواتاتي، وما ننساوش اخواتاتي صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ومباشره غادي ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نذكر معكم المقادير ونفس الوقت كنخدم. انا عندي 3 ديال البيضات، غادي نخدمهم مزيان مع سكر سنيده. نجيبو نخدمو بيدينا ولا نخدمو بهاد الخلاط اليدوي. انا بديت نخلط بيدي، قلت نخلط بهاد الخلاط اليدوي احسن. درت كاس ديال السكر مع 3 ديال البيضات. غادي نزيد كاس ديال الزيت مع قشور ديال الحامض، بحال معلقه كبيره ديال قشور الحامض، فاني، غاشيه ديال فاني. وغادي نخلط هاد البيض مزيان مع السكر ثاني لا يندمج. وغادي ندير 2 معالق ديال المايزينا. صافي نخلط هادشي مزيان هاد الخليط. دابا غادي نجيب الطحين. بالنسبه للطحين اخواتاتي، المهم انا كان عيني في ميزاني، غادي عندي 500 غرام حاطه حداي. والمهم الا نشوف شحال غيدخل لي، واش 500 غرام ولا قل. المهم ما عرفتش شحال غيدخل لي في هذا. دابا على حسب عينيكم في ميزانكم، على حسب الدقيق. كاين دقيق اخواتاتي اللي يشرب، كاين ما يشربش. صافي دابا غادي ندير الخميره ديال الحلوى. عندي خميره وحده ديال الخميرات الحلويات. ونحاولوا العجينه ديالنا ما نقصحوهاش. ها انتم تشوفوا راه خفيفه، باش غادي نقسموا في النص. ها انتم تشوفوا يكونوا متوازيين قد يعني ما يكونوش وحده اكثر من وحده. باش وحده غادي ندير لها الشكلاط والاخرى غادي تبقى بيضه. دابا جبت هاد المعلقه كبيره ديال كاكاو المر. صافي من بعد ما دخلت داك كاوكاو المر مع داك العجينه، القوام ديالو كيجي هكذاك، يعني على حسب بغيتو تزيدوا تغلقوها على داك الشيء، بغيتو تخليوها هكا. راني غلقتها داك المعلقه، راكم عارفين كاكاو المر كيغلق العجينه. صافي جبت حط كيس بلاستيكي، درت وحده من التحت وحده من الفوق. كنحاول نقاد العجينه وانا كنمشي باش تجيني العجينه قد. العجينه راه خفيفه خواتاتي، راه ما تكونش ثقيله. الا كانت ثقيله ما يجيكمش داك الفقاس ديالكم زوين. ضروري تكون العجينه شويه خفيفه. صافي دابا غنجيب نفس الطريقه د العجينه الكحله كيف كتشوفوا ولا الاسود. المهم اللي مازال ما حضرتش الحليوه ديال العيد، غير جربيها اختي، راه زوين بزاف واقتصادي كيف كتشوفوا. راه معليش تكلف نهائيا، كل شيء هاد الحويجات عندنا في الدار. صافي غادي نهز وغادي نقلبها. الصراحه ما قلبتهاش في الوسط نيشان، معليهاش، بقيت نمشيها حتى عاودتها.
مناش العجينه خفيفه، مني قلبتها ما قلبتهاش نيشان على اختها نيشان، جات شويه وحده خارجه على وحده، وانا كنريقل غير بشويه بشويه. صافي دابا من بعد ما رققتها السمك ديالها كيكون رقيق شويه ما يكونش غليظ، كنلف بحال هاد الطريقه هكذا. انا كنلف وكنقاد وما نديروش داك يعني داك الشريط ديالنا ولا البودل ديالنا بحال يكون غليظ، لا يعني مازال نتفخ. ناش فيها الخميره وفيها البيض. صافي نكونوا واحد اللاطه موجدينها داهنينها بالزيت، ولا نديرو كاغيط ديال المطبخ نفرشوه في القاع ديال اللاطه. صافي نفس الطريقه غادي نقطع بحال هكذا، ونحاول نقرص داك البليصات اللي قطعت باش ما يتشتتوش. هاد العجينه واخا تشوفوا العجينه راها المقادير قلالين، ولكن راه تخرج هاد 4 ديال البودل بحال هكذا راه مزيانين. صافي من بعد ما دخلتها للفران تحمرت، القوام ديالو كيجي بحال هكذا. يعني انا زربت شويه الفيديو على حسب باش ما يجيش طويل. جبت الشكلاط الاسود والشكلاط الابيض 125 غرام 125 غرام، وذوبتها في حمام مريم. درت لهم معلقه ديال الزيت، وجبت هاد الشبكه هادي، اي شبكه الا ما كانش عندكم الشبكه علاش ديروا. انا زولت غير ديال الثلاجه غسلتها نصب عليها هكذا على هاد البودل ديالي ولا الفقاس ديالي. صافي من بعد ما ساليت جبت شويه كاوكاو مهرمش وكنحاول ندير بحال هاد الطريقه هذه. صافي من بعد ما براد ودابا جيت باش نقطعو، راه هاد الطريقه سهله وواضحه. هانتوما تشوفوا كتقطع بسهوله وما كتضيعش ما كتفتت ما والو. الصراحه راه زوين، غير جربوه انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. ها انتم شوفوا خواتاتي كيجي خطير والله العظيم، الا كيجي واعر زوين زوين زوين. المهم اخواتاتي من بعد ما ساليت هاد استفت في هاد البلاطو، يعني نفس الطريقه قطعته كيف هذاك البودل الابيض الشكلاط كيف هذاك الاسود. هذا هو البلاطو ديالي، خرج لي كميه ما شاء الله. كميه كثيره واخا المقادير قليله الكميه كثيره. نتمنى من الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم الفيديو كيف ديما ما نساونيش ملي لايك ديالكم واشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. واللي وصل حتى لدابا كيتفرج، شكرا جزيلا للشكر ديالكم اخواتاتي. وكنتمنىكم تخليوا لي كومونتير، راه الكومونتير ديالكم راه كيهمني بزاف بزاف. ودابا غادي نقول لكم اخواتاتي مع السلامه مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.